عبث الايجيبشن ليج. انا من ساعه ما ابتديت القناه قررت ان انا مش هتكلم عن اي حاجه في الدوري المصري، ولا مشاكل ولا اخبار ولا تيشيرتات ولا اعمل ريفيو لتيشيرتات ولا اي حاجه. اصل الكلام عن الاهلي والزمالك وبيراميدز والدوري المصري بيجيب مشاكل، فقلت اجيبها من قصرها من الاول وما اعملش مشاكل مع حد. ولكن مع اخر اسبوع في ماتشات الدوري المصري في شويه حاجات كده ما قدرتش اسكت عليها في الدوري المصري. وبالنسبه لي ان احنا عندنا فرقتين او ثلاثه من اقوى فرق افريقيا اللي بينافسوا على كل موسم على بطولات افريقيا، وان احنا نكون موجودين في الدوري المصري اللي هو مفروض واحد من اقوى واعرق الدوريات العربيه، فبصراحه ما ينفعش الحاجات اللي هقولها دي تتفوت. والفيديو ده يمكن يكون واحد من اكتر الفيديوهات الصريحه والحقيقيه اللي عملتها على القناه لحد دلوقتي. ولكن فعلا الخمس او ست حاجات اللي هقولهم دول في حاجات مضايقاني قوي، لو تحس ان وانت بتتفرج كده في ابسط الحاجات انت بعيد قوي. فانصحك ان انت تكمل الفيديو للاخر وتقول لي رايك تحت في الكومنتات في الحاجات اللي هتتقال في الفيديو ده، وان انت معايا ولا لا، ولو ليك وجهه نظر تانية اكتبها تحت في الكومنتات. وطبعا مش هوصيك السبسكرايب واللايك والحاجات اللي احنا متعودين عليها اللي بقولها بقالي بتاع سنه ونص من ساعه ما بدأت القناه دي. وفي الفيديو ده مش هتكلم عن اي حاجه ليها علاقه بالدوري المصري الا التيشيرتات. وطبعا كل جماهير الفرق اللي هنتكلم عليها هي جماهير محترمه، واللي هيتقال ده لتحسين الكره المصريه وتحسين صوره الكره المصريه، ملوش علاقه بالفرق. فيلا بينا كده ندردش مع بعض ونخش في العبث بتاع الدوري المصري. اول حاجه وحاجه مستغربها جدا ان ليه ممكن يكون فريق بيلبس براند معين والجهاز الفني بيلبس براند تاني. اصل مش هنضحك على بعض ونقول ان الفريق ده متعاقد مع شركه معينه والكلام اللي ملوش لازمه ده. كلنا عارفين وواثقين ان الدوري المصري كله 90% منه بيشتري تيشيرتاته من محلات رياضه. هنستثنى من الدوري المصري اهلي وزمالك وبيراميدز، الثلاث او اربع فرق دول اللي نقدر نقول عليهم ان عندهم لبس فريق كوره. واكيد الاهلي والزمالك متعاقدين مع براندات مخصوصه تصنع لهم تيشيرتاتهم، الاهلي مع اديداس والزمالك مع تيمبو، وهنشوف السنه الجايه هتكون مع مين. ولكن لو الحركه دي اتعملت مع فريق صغير شويه ممكن نقول ان الامكانيات والفلوس مش مكفيه، فبيجيبوا لبس الماتشات من براند معين وبيجيبوا لبس الجهاز الفني مثلا تمبلت ارخص في براند تاني. ولكن لما تحصل مع الزمالك في 2019 فدي مهزله. الزمالك في 2019 كان تيشيرت الفريق ولبس التدريب بتاع اللعيبه من براند اسمه جوما، ولكن الجهاز الفني في التدريب وفي الماتش كان بيلبس نايك. وبعديها بفتره في نفس التيشيرت بتاعت الزمالك البراند بتاعها جوما كان اللعيبه في الفريق بتتمرن بتيشيرت نايك. اللي هو احنا بنتكلم في بديهيات. عيب علينا كدوري مصري ان احنا فريق كبير زي الزمالك يكون براند تيشيرت اللعيبه غير براند تيشيرت المدربين غير براند تيشيرت التدريب اصلا، ونقعد نغير ونبدل في الموسم 3 4 تيشيرتات، شويه تدريب وشويه ماتشات. عيب علينا. تاني حاجه وهي انتشرت على السوشيال ميديا كتير وهو شراب فيوتشر. مش بنتكلم على اداء فيوتشر الاستثنائي لاخر موسمين ثلاثه ولا اللعيبه اللي بيجيبوها ولا الاستثمار اللي في النادي ولا الكلام ده كله، ولكن انتشرت صوره لفيوتشر وهو لابس شراب امبرو بتاع النادي الاهلي من موسم او اتنين، ولازق على لوجو امبرو بتاع الشراب لوجو الفريق، وطقم الفريق كله من نايك. يعني انت رحت واشتريت طقم نايك، ما جاتش على الشراب ووقفت ان انت تجيب نايك. يعني مش بس كده، حتى لوجو الفريق لو ركزت في ماتشاتهم هتلاقي اللعيبه في نفس الماتش تيشيرتاتهم اللوجو بتاعها مختلف، لوجو عليه النجمه ولوجو ما عليهوش، لوجو جواه ازرق ولوجو كله احمر. بس حاجه غريبه جدا ومش فاهمها. تالت ظاهره معانا وهي تغيير التيشيرتات بالبراندات الكتير قوي في موسم واحد. كنا اتكلمنا في حلقات كتيره قبل كده عن الدوريات الكبيره والرولز بتاعتها او القواعد بتاعتها في تيشيرتات الكوره، وفي الدوريات الكبيره زي الدوري الانجليزي مثلا ممنوع ان انت تغير التيشيرت في نص الموسم، لدرجه ان تشيلسي لما كسب كاس العالم للانديه كان في حوار وقصه ان هم ينفع يحطوا لوجو كاس العالم على التيشيرت في نص الموسم ولا لا، واضطروا يرجعوا للاتحاد الانجليزي عشان ياخدوا موافقه ان هم يحطوا اللوجو على التيشيرت في نص الموسم. احنا بنتكلم في لوجو بطوله هيتحط على التيشيرت، مش ان احنا نغير التيشيرت اصلا. وطبعا لازم الدوري المصري يبهرنا وهنتكلم عن تيشيرت الاسماعيلي الاساسيه اللي غيروا التيشيرت الاساسيه فيها 5 مرات في الموسم ببراندات مختلفه منهم اديداس. لو حد اسماعيلاوي بيتفرج عليا يشرح لي ليه ممكن تغير تيشيرت 5 مرات في الموسم. ممكن نقول مره مرتين اتعاقدت مع براند مصري وبعدين اتفكيت التعاقد ده، ماشي، مع انها مش مقبوله قوي برضه، ولكن هنعديها. لكن 5 تيشيرتات مختلفه في موسم واحد
ليه وازاي وايه السبب اصلا؟ البراند قدم لك تيشيرت او انت رحت اشتريت تيشيرت بديزاين معين، خلاص البسها باقي الموسم. ايه فكره ان احنا نقعد نغير في اشكال وتيشيرتات والوان وبراندات تيشيرتات 5 مرات في الموسم الواحد؟ ومع عبثايه مشهوره جدا في الدوري المصري وهي تيشيرتات الحراس. وبتحصل كتير قوي ان الفريق يبقى لابس تيشيرت من براند معين والحارس لابس تيشيرت من براند تاني، وباينه قوي ان هي من براند تاني، بتلاقيه حط لزقه على اللوجوهات بتاعت البراند اللي هو معرفتكش انا كده. اشهرها ابو جبل السنه دي مع البنك الاهلي لعب ماتش بتيشيرت اديداس والفريق كله بتيشيرت نايك. الماتش اللي بعده راح مغطي لوجو اديداس وطابع بداله ستيكر عليه لوجو نايك. قمه الضحك. والفكره ان التيشيرت دي هي بالظبط تيشيرت محمد الشناوي في الاهلي من اديداس، فلو انت باينه قوي يعني. انا مش فاهم الحاجات دي بتحصل ليه وازاي اتحاد الكوره اصلا موافق عليها. اخر حاجه في الليسته بتاعتي واللي هي اكيد في حاجات اكتر بكتير ممكن تتقال، فاستنى افكاركم وعبس اكتر في الكومنتات تحت. ولكن فعلا الحاجه دي مش لاقي لها سبب لحد دلوقتي. ليه ان احنا نكون في 2023 وتيشيرتات الدوري المصري مش مكتوب عليها اسامي لعيبه، ولو فريق كتب بيكتب بمزاجه؟ يعني هي حتى اتحاد الكوره مش منظم الموضوع. ما هو يا كلنا نكتب يا ما حدش يكتب. ولكن نلاقي ساعات فاركو بيكتب الاسم، ونلاقي سيراميكا كليوباترا كاتبه الاسم في طول الموسم، والاهلي والزمالك حتى في ماتش القمه والتيشيرتات ظهرها فاضي اصلا ما فيهوش ولا رعاه ولا اي حاجه، مش مكتوب اسامي اللعيبه. اكبر ناديين في مصر وفي الدوري المصري وفي يمكن من اكبر النوادي في الدوريات العربيه مش كاتبين اسامي اللعيبه على التيشيرتات في الدوري بتاعهم. من حق اي حد في اي دوري تاني يضحك علينا عشان الحاجات اللي بتحصل في الدوري دي. وانا شبه متاكد ان في قوانين اصلا اتحاد الكوره في الدوري المصري مفيش اصلا قواعد لتيشيرتات الكوره، بدليل ان في 2007 و2009 كانت الفرق زي الاتحاد والمصري بيلعبوا من غير لوجوهات فرق اصلا. ولكن ما علينا، دي كانت افكاري والحاجات اللي انا شايفها عبث جدا في التيشيرتات في الدوري المصري، واللي لو الحاجات دي اتحط لها قوانين وقواعد واتظبطت واتحسنت هتدي منظر وقيمه للدوري المصري اكبر بكتير من اللي هو فيه دلوقتي. مستني رايكم والعبث بتاعكم تحت في الكومنتات. شكرا انك شفت الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.